كيبور ملتي ميديا برودكشن. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بحفظ القرآن وتعلم أحكامه وتعليمه وصيغته وتسهيله للراغبين فيها، والصلاة والسلام على خير خلق الله على الإطلاق، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الذي بعثه الله تعالى بالقرآن ليكون للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومبشرا للمؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ويقول أيضا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبالمناسبة هذا اليوم يوم مبارك نسر فيه ببشرى ما أحلاها وما أجملها، وهي تخرج حفظة كتاب الله وحملة شرعه من مركز دار الأرقم من أبي الأرقم لتعليم القرآن وتحفيظه، الذي أسس عام 1443 على نفقة أبو محمد وليد محمد الرجيعي حفظه الله من كل سوء ومكروه، وجعل عمله هذا وغيره ما يفوز به في الدارين، والله على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أسس هذا المركز في وقت مبكر بمحافظة غرب عرسي مديرية كوكويسا قريتها الروسفة في حي بابه، والآن يخرج طلابا ما يقارب 50 ونيف بفضل الله ومنه وكرمه. ونشكر في هذه المناسبة من له يد بالتبرع، من له يد بالدعاء والإعانة من الخارج والداخل، وأقول ندعو الله له عز وجل في كل أوقاتنا، وأقول لهم شكرا جزيلا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيبور ملتي ميديا برودكشن. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله. كيبور ملتي ميديا برودكشن. عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل.
وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأفضل. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. والنار يصنع الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. وإن ابتدعت فما عليك معول. كيبور ملتي ميديا برودكشن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وسع كل شيء علما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائل: الماهر بالقرآن مع الصفات الكرام البراء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، ضيوفنا الكرام، أولا نرحب بقدومكم، أهلا وسهلا ومرحبا، ثم أهلا وسهلا ومرحبا. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. ما اسمك الكريم يا أخي؟ اسمي قمر بن خضير بن وضيه. بأين تتعلم؟ أحفظ القرآن الكريم في مركز دار الأرقم بن أبي الأرقم بحمد الله تعالى. ماذا تعتقد في القرآن الكريم؟ هل هو مخلوق أم لا؟ سبحان الله، أعتقد أن القرآن الكريم ليس بمخلوق بل كلام الله القديم. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن من الوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه، المعجز بآياته، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. كم عدد سورة القرآن الكريم؟ عدد سوره 114 سورة. كم عدد أجزائه؟ عدد أجزائه 30 جزءا. كم عدد أحزاب القرآن الكريم؟ عدد أحزابه 60 حزبا. كم عدد أضباعه؟ 240 أضبعا. كم عدد آي القرآن الكريم؟ عدد آيه 60,236 آية. كم عدد كلماته؟ عدد كلماته 77,437 كم عدد الحروف القرآن الكريم؟ عدد حروفه 323,671 حروفا. والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيك وزادك الله. كيبور ملتي ميديا برودكشن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أو ما بعد، أولا نرحب بقدومكم أهلا وسهلا ومرحبا، ثم أهلا وسهلا ومرحبا، طبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمك الكريم يا أخي؟ اسمي عرب شقي هاجي قلتو. آية واحدة من القرآن الكريم ورد فيها أمران ونحيان وبشارتان، فما هي وفي أي سورة؟ وهي في سورة القصص. قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الأمران: أرضعيه فألقيه. النهيان: ولا تخافي ولا تحزني. البشارتان: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بارك الله لك وزادك الله فهما. ما اسمك الكريم يا أخي؟ اسمي أويس كمال حاج عثمان. ما هو التوحيد وكم أقسامه؟ التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأقسامه ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. وأما توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. وأما توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. بارك الله لك وزادك فهما. كيبور ملتي ميديا برودكشن. الرحيم. الحمد لله الذي أنزل بالحق كتابا منيرا يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسل إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. ما اسمك الكريم يا أخي؟ اسمي حمزة جوار عبد الله. هل تسامحني أن أسألك شيئا من مادة التجويد؟ نعم، تفضل بسؤالك يا أخي. ما هو التجويد لغة واصطلاحا؟ التجويد لغة التحسين، واصطلاحا إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من مخرج وصفة وغنة ومد وتفخيم وترقيق وغير ذلك من أحكام التجويد. ما حكم التجويد شرعا؟ حكمه شرعا: العلم به فرض كفاية، والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ما هو موضوع علم التجويد؟ موضوعه الألفاظ القرآنية الكريمية. ما هي ثمرة تعلم هذا العلم؟ ثمرته صون اللسان عن الخطأ في كلمات القرآن الكريم. من الذي وضعه؟ وضعه أئمة القراء. مما استمد هذا العلم؟ استمد من القرآن الكريم لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وسنة النبوية الشريفة، كما جاء من كيفية قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من كيفية قراءة الصحابة من بعده والتابعين وأتباعهم. ما غايته؟ غايته الفوز بسعادة الدارين. ما فضله؟ أنه أشرف الكتب وأفضلها، لتعلقه بأشرف الكتب وأفضلها
ألا وهو القرآن الكريم. بارك الله فيك. إلى كم قسم تنقسم الحروف الحجائية من حيث التفخيم والترقيم وما هي؟ تنقسم إلى 3 أقسام، وهي ما يفخم دائما وما يرقق دائما وذو وجهين. كم عدد الحروف التي تفخم دائما وما هي؟ عددها 7 أحرف، وهي الخاء والصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف. بما تسمى هذه الحروف؟ تسمى حروف الاستعلاء. ما هي كلمات التي تجمع فيها هذه الحروف وما هي؟ وهي خص ضبط قوم. كم عدد الحروف التي لها وجهان وما هي؟ عددها 3، وهي الألف والراء واللام. كم عدد الحروف التي ترقق دائما وما هي؟ عددها 19 حرفا، وهي ما عدا حروف الاستعلاء والألف والراء واللام. كم عدد مخارج الحروف؟ عددها 17 مخارجا على القول المختار. هل تستطيع أن تنظم مخارج الحروف باللغة المحلية؟ نعم، أنظم بإذن الله تعالى. تفضل يا أخي الزاكي. بوتان حروف إجاء كنا تربى بري كرايسي تلجي بريتش الرقري كرايسي تلجي بريتش الرقري حروف مديدة سدين سيهما جري أجين كبوها همتلما جري أجين كبوها همتلما ألف بودا فتحة واوي بودا ضمة يا بودا كسراكم مدي يا ماما يا بودا كسراكم مدي يا ماما جمع مرماتي همزا حاوجيني ولكا بها عيني حاوجيني ولكا بها عيني حاوجيني غير غرد ما قيداتي قاف بقلا الربا كفتكو غسكي قاف بقلا الربا كفتكو غسكي جيمي في شهنيا ولكا الربا ضاد مقا قري أو تجيكبا ضاد مقا قري أو تجيكبا yookaan gama mirgaa yookaan isbituma namni si bareechee colleedha jedhama namni si bareechee colleedha jedhama makaarijni laamii dhihoo moggaa arraba nuunis feenta jalaaraa irratti daba nuunis feenta jalaaraa irratti daba baay'in ilkee olii daaliiftaa wajjuma arraba qabsiisii ilkee lamaan dura arraba qabsiisii ilkee lamaan dura سيني في صاي في صاد في انتهي الكيغاتي جري في سيكوتي الربط في دي جري في سيكوتي الربط في دي ضاين ذا الوجيني تاهداتني جري الكيولي في انتتسكني جري الكيولي في انتتسكني في انتهي الكيولي غركي سيدي كدي بربادي فاي أما غرتا قدي بربادي فاي أما غرتا قدي هيرا من جدو باي فواويف ميمي غنان فنيان كيساتا جنن خيشومي غنان فنيان كيساتا جنن خيشومي وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيبور ملتي ميديا برودكشن. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا
وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. كيبور ملتي ميديا برودكشن.